مرحبا بكم اليوم البنات على قناتي. ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. قبل ما نبداو هذا الفيديو البنات ما تنسوش تصلوا على النبي محمد عليه افضل الصلاه والسلام. جبت لكم اليوم واحده الوصفه تاع العشائيه البنات، غادي تدعوا لي تجربوا هذه الوصفه خفيفه تحضر في دقائق وبلا فرن. تبعوا معايا البنات المقادير وطريقه التحضير. عندي هنايا 4 حبات تاع البطاطا، قشرتهم وغادي نغسلهم ونقطعهم مربعات صغيره كيما راكم تشوفوا. هنايا غادي نغسل البطاطا، يعني النوعيه تاع البطاطا كيما بغيتو، ديروا حمراء ولا بيضاء كيما بغيتو. عندي 2 حبات تاع الدنجال تاني غادي نقشره مليح مليح ونغسله ونقطعه تاني مربعات. تبعوا معايا البنات وماذا بكم تشوفوا الفيديو حتى للتالي هكا باش تتبعوا الوصفه نيشان وتجربوها، يعني تنجح لكم. هيا لا نقطع في البطاطا، تكون قطعوها غير مربعات. اللي بغات تغليها ولا تقليها، انا فضلت نقليها البنات، وهنايا لكم الاختيار. كيما راكم تشوفوا اني غسلتها ودوك نملحها. وهنايا الدنجال تاعي تاني قطعته مربعات، غادي نقليه غير في شويه تاع الزيت كيما راكم تشوفوا. هاي راني نقلي في البطاطا، دوك نزيد نقلي هذاك الدنجال البنات. هنايا غادي بعد ما قليت هذاك الدنجال وصفيته من الزيت غادي نجيب فص تاع الثوم وغادي نجيب له هنايا يعني الزيت تاع الطون كيما راكم تشوفوا. هيا لا كيما راكم تلاحظوا هنايا هكا باش الدنجال يعطينا واحد البنه بزاف بنينه. درت شويه تاع الكمون شويه تاع الفلفل الاكحل وهذا مكان، والملح ديجا راني دايره من قبل يعني ما ديروش الملح. هنايا جبت 3 حبات تاع البيض غادي نخلطهم مع البطاطا تاعنا اللي كنا قليناها كيما راكم تشوفوا. قلت لكم لا بغيتو تغلوها غلوها البنات. هاي البنات جبت مقلاة تاع الكخاب درت فيها شويه تاع الزيت وراني نحط في طبقه تكون رقيقه تاع البطاطا. وهنايا جبت هذيك الطبقه تاع الدنجال كيما راكم تلاحظوا، يعني الفيديو راه واضح البنات. هاي راه درتها كامله هذيك الطبقه. وراح نجيب يعني هذاك الطون اللي كنا صفيناه من الزيت غادي نديره فوق الدنجال. يعني البنات الوصفه هذه تجي بزاف بنينه، يعني جربوها ما غاديش تندموا للحشا، وتجي خفيفه وسهله تحضر، يعني في 4 ساعات تكونوا محضرينها. ونجيب الفرماج رابي، هنايا لكم الاختيار في الفرماج، اللي بغات دير فرماج طري ولا دير الفرماج رابي ولا اللي بغيتو كومونبير ولا موتزاريلا، لكم الاختيار. تبغوا ما ديروش كاع فرماج ما ديروش. هنايا طبقه تاع البطاطا والبيض اللي بقات راح نستفها من الفوق. هايا لا ونخليها على نار قليله تتقلى مليح مليح. هيا لا وجدت لنا البنات الوصفه تاعنا، ان شاء الله هتكون عجبتكم البنات، جربوها. وهذه وصفه سهله بزاف وشفتها عند واحد الاخت، يعني جربوها ما غاديش تندموا، تجي بزاف بنينه وتحضر في دقائق. نتمنى ان شاء الله الوصفه هذه تكون عجبتكم. اذا عجبكم الفيديو البنات ما تنسوش غير ديروا لايك وتهلاو في رواحكم.